ولدي مات ولدي وجبت البارحة ولدي تقول ولدي بريد مات ولدي واش كنت بيا ولدي ولدي يا ولدي وكندير انا بلا ولدي وكنديرنيش انا بلا ولدي ولدي محمقني ولدي ولدي مبني ولدي واسمعني ولدي وناس ولدي ومحمقني ولدي. إذن إلى كل متابعي المناظر الإعلامية من هنا من أمام مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة المعروف بسبيطار الغابة، حيث نواكب في هذه اللحظات الحالات ديال التسمم جراء هذه المادة الكحولية أو هذه المادة المسكرة اللي أودت يعني بحياة ديال مجموعة ديال الشباب. يعني الحاصلة على حسب ما توصلنا به حاليا يعني وصلوا حتى ل9 ديال الأشخاص، يعني 5 على مستوى سوق الحد أولى الجلول في انتظار تأكيد الرقم، و4 على مستوى سيدي علال التازي في انتظار كذلك التأكيد من جانب رجال الضرب والمسؤولين هناك. وأيضا يعني على حسب ما وصلنا به من خلال مجموعة من المصادر أنه يقول بأن الحالة وصلت يعني حتى 60 حالة ديال التسمم، وهذا يعني امر خطير امر رهيب. هذا ما جعل من الجهات المعنيه رجال الدرك رجال الامن الاستعلامات وكل مختلف الاجهزه الامنيه انها تفتح تحقيق وتطلق استنفار امني كبير على مستوى مجموعه من المناطق السوداء اللي انتشرت فيها هذه الماده المسممه، وحتى بدورهم كذلك كيحاولوا انهم ياخذوا العينات باش يعرفوا هذه الماده هذه بالضبط واشنو هما يعني المواد اللي استعملات فيها وكيفاش حتى وصلت لهذه المرحله هذه المتقدمه. ومازال يعني الملف راه مفتوح، ومازال المستشفى الادريسي كيتلقى الحالات ديال التسمم، الحالات الخطيره، الحالات الحرجه، الحالات ديال الوفيات. يعني مسكين كاين اللي كيتوفى في المنزل ديالو، كاين اللي كيتوفى في الطريق يعني وهو صوب يعني المستشفى، وكاين كذلك اللي كيفارق الحياه هنا بالمستشفى الادريسي. يعني كباقي يعني شي حالات اللي فارقوا الحياه هنا بالرغم من تلقيهم الاسعافات الاوليه وبالرغم من تلقيهم يعني العلاج، الا انهم ما استطاعوش يقاوموا ديك الماده المسمومه اللي كانت اقوى منهم بكثير وسلباتهم يعني الحياه ديالهم. فان الله وانا اليه راجعون. من خلال هذه المنابر الاعلاميه كنبغيو نعزيو جميع الاسر وجميع العائلات ديال هاد الضحايا هادو، وكنتمنوا كذلك من المسؤولين رجال الدرك رجال الامن ومختلف الاجهزه الامنيه انها تسرع الوتيره باش تعثر على الموزعين والمسربين ديال هذه الماده هذه المسممه. تم اعتقال، ولكن الاهم من ذلك انهم غادي خاصنا نشوفوا يعني المصدر الاصل او المصدر الام يعني اللي جات منه هذه الماده هذه. عندك شي فكره على هذه الماده هذه وشنو الفرق ما بينها وما بين الماهر؟ دابا هما يعني الماده يعني دابا حاليا دابا الا جينا مثلا غادي كنسولوا مثلا العائلات والاصدقاء والناس اللي كيعرفوا هاد الضحايا هادو تيقول لك هاد الماده هذه سميتها سبيرو شي لامبول ما او شيء من هذا القبيل. كاين اللي تيقول ما هي، ولكن الاغلبيه او الاصوات يعني كثرات حول هاد الماده هذه ديال السبيرو هذه اللي هي تيقول بانها هي اللي كانت السبب، كانت مجهده بزاف لدرجه ان لا يستر شي وحدين كاع مشاو فقدوا البصر ديالهم ومشى لهم الشوف في المره. هادو كاع اللي يقدروا انهم يقاوموا شويه، وكاين اللي كما سبق ونشرنا ما قاومش وفارق الحياه. يعني دابا الحصيله راه 9 وقابله كما سبق ونشرنا لا قدر الله للازدياد. وكنتمناو كذلك من الاطقم الطبيه هنا والتمريضيه انهم يقوموا بالجهد ديالهم. كنتمناو كذلك من السيد وزير الصحه انه يوفر يعني الاسره وكذلك الاطقم الطبيه اللي تجيب زايد لهنايا باش تواكب، لانه راه كل مره يعني كتجي حالات جديده. فالمستشفى الادريسي غادي يكون عليه واحد الاعتراض كبير، وحتى بالنسبه للاطقم يعني ما غاديش يقدروا انهم يراقبوا ديك الحالات او يعطيوها واحد العنايه خاصه. فهنا كنطلبوا من السيد المندوب والسيد الوزير انهم يتدخلوا، وانه يكون كذلك يعني يكون شي دعم لهذا الاطقم الطبيه. مازال حنان الحالات يعني كتزاد لانه اعراض المناعه. كاين اللي عنده مناعه ضعيفه وكاين اللي عنده مناعه قويه. اللي عنده المناعه ضعيفه كتبان فيه الاعراض مباشره بعد 2 أو 3 ساعات. كاين اللي عنده المناعه كتقاوم يعني ما كيبانوش فيه الاعراض مباشره. سمعنا بان هذه الماده هذه قال لك تيجيبوها من شي وزين من شي حاليا طاقه شي حاجه بحال هكا. حاليا زميل مراد المصدر الام او المصدر من جات من هذه الماده كاين اللي تيقول لي يعني من تما، كاين اللي تيقول من الدار البيضاء، كاين اللي تيقول يعني شي مواد خلطوها. يعني الاصل او الحقيقه هي ماده سبيرو هي ماده كيميائيه
يعني. ولكن زميل مراد دائما ما خصناش نسبقوا الاحداث ونعطيو يعني قبل المختبر. حنا كنهضروا غير على التعريف ديال الماده، ولكن باش نشيروا مثلا لشيء معين او نتهموا جهات معينه، هذا ما عندناش لحد الساعه، ما عندناش دليل لحد الساعه. مازال ما خرج العينات ديال او التحليل ديال المختبر اللي غياكد هذه الاقوال هذه. في انتظار انها تخرج شي حاجه رسميه، وحنا راه في تواصل مع المسؤولين، تواصل كذلك مع رجال السلطات المحليه والاقليميه هناك في حال توصلنا بمعلومه رسميه ومؤكده، راه ان شاء الله غادي نزودوها الاخوان كاملين والمتابعين كاملين والناس ديال المتابعين الاعلام. ومرحبا وشكرا زميل مراد، وان شاء الله كانت حاجه جديده ان شاء الله راه غادي نوقفكم بها. تحياتي لك. شي كلمه في الواقعه اللي وقعت عندكم. اول حاجه بعدا إنا لله راجعون. الاخوان اللي ماتوا كاملا بصراحه هذه كارثه عظمى، كارثه. وهذه يعني هذه خاص الامن الضابط الملكي والناس السلطه وهادشي اللي مسؤول على هادشي، خصهم ياخذوا درس من هادشي، خصهم ياخذوا درس من هادشي ويجمعوا راسهم شويه ويتحاكموا. كل ما تحاك الامن وهادشي هنا الامور كتكون مزيانه. يعني هادشي هذا كنشوفوا الاغلبيه ديال هاد الشباب كل ما عندهم 18 19 على حسب التصريحات ديال حيت الاغلبيه ديال الشباب ديال 18 ل 22 الاغلبيه ديالهم هما اللي ولاو كيتعاطاو هاد المخدرات بزاف. يعني الانسان ما تيجبر ما يدير، ما عنده ما يدير، ما عنده لا مستقبل لا حتى حاجه، كيمشي لهاد الاتجاه. نتمنوا من السلطه والضابط الملكي والامن الوطني وجميع الناس اللي مسؤولين ياخذوا تحقيق في هذا الشيء ويامنوا هذا الشيء هذا. يعني هذا الشيء ماشي في صالح اي واحد، لا البلاد ولا المواطنين الشابه ولا حتى شي حاجه. شي كارثه وصافي. عزاؤنا واحد. الدراري هادو كتعرفهم، هادو اللي دابا في المستشفى. جوج ولاد العم الوالده عندي من عائلتك. وداي خويا مازال داخل تا خوك كاين معاهم؟ تا خويا وداي شحال صاحبي عنده في عمره؟ عنده 21. خويا صاحبي جانا يلاه توفى دابا عنده 18 سنه. يعني نتوما هاد خوك كان كيشرب ولا اول مره ولا شنو وقع له؟ كان كيشرب ولكن يعني اصلا دابا ما قواش. البارح في الليل فاش يعني شتو المهم شتو التسخيخه ولا سميتو صافي زينادين جينا هنا في الليل صافي يبقى الوالده سميتو. شنو الاعراض اللي كيفاش تبداو والاعراض ديال حنا كيبدا يسخن على لحمو وكيشكيو عينيه كيحمايو بزاف كيشكو. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف دايره الحاله ديال الوالدين ديالك الام؟ يعني هاد الساعه شويه بايده انا وصافي. خويا عنده 11 مع دابا قال انا بخير، ولكن الله اعلم العلم والله شو داخل. دخلتوا شفتوه؟ ما كيخليوش وما يخليوك. دابا بنادم كتدخل كيبدا يقول لك دوله هذا السبيطار هذا ملي يدخلوا خلوا بنادم تيموت وعاد تدي عاد تشوفي في الموت والله اعلم تشوفي ولا ما تشوفيش. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا ولدي.
شنو هو سعيد؟